بيبدأ فيلم النهاردة في مدينة نيويورك في المستقبل سنة 2039، وبنعرف إن في الوقت ده معدلات الأكسجين على الأرض غير قابلة للحياة، والحياة النباتية مش موجودة. وفي الوقت ده بنشوف داريوس وهو بينظف الألواح الشمسية اللي بتزود الملجأ بتاعهم بالطاقة، وبيتصل على أبوه في الجهاز اللي معاه وبيعرفه إنه قدامهم دقيقتين والأكسجين اللي معاهم في الأجهزة يخلص. بس أبوه مش بيرد عليه، فبيقلق داريوس وبيفكر إن جراله حاجة، بس بعديها بيرد عليه وقال له أنت بتتكلم كتير ليه؟ أنا هنا في المكتبة بجيب حاجة لزورا. بس بعديها على طول وهو ماشي بيدوس على أرض ضعيفة تحت منه وبيقع من الدور اللي فوق وبيتعلق في أرضية المكتب. وأول ما داريوس بيحس إن أبوه في خطر بيجري عليه بأقصى سرعته، بس بما إن الأجهزة بتاعة الأكسجين اللي معاه فصلت فللأسف أبوه بيموت. حتى لما داريوس حاول ينقذه ما قدرش يلحقه وكان زعلان عليه جدا. بروح بقى للملجأ اللي كان فيه داريوس وعيلته قاعدين فيه، وبنعرف إن مايا مرات داريوس عالمة في مجال الزراعة، وكان عندهم في الملجأ جهاز بيصنع الأكسجين وكانوا عايشين عليه في الملجأ حياة طبيعية جدا. وبيوصل داريوس وعيلته بتتفاجئ إن أبوه ما رجعش معاه، ولما سألوه عرفوا منه إنه مات. طبعا كلهم بيزعلوا عليه جدا، ولما عرفوا ان داريوس هيدفنه بكره زورا طلبت منه انها تروح معاه، بس مايا بترفض طبعا لان المكان ده بعيد جدا عن الملجأ بتاعهم. ولما بيجي الليل بيكتشف داريوس ان النظام الخاص بآلة صنع الاكسجين فيه مشكلة ومش هيستمر في تصنيع الاكسجين غير لمدة شهرين بس. طبعا داريوس اتصدم من اللي شافه، بس تاني يوم لما كان بيستعد علشان يروح يدفن ابوه طلب من بنته قبل ما يمشي انها تتابع عدادات السرعة والمولدات وتخلي بالها من مامتها، وعطاها الكتاب اللي جدها كان هيديهولها وودعهم ومشى. وبتبدأ بقى تحكي لورا انها لو كانت تعرف ان دي اخر مرة تشوف فيها ابوها كانت اكيد هتروح معاه. وبتعرفنا ان العالم كله بدأ يتشقلب حاله كده من لما كان عندها 12 سنة، ومفيش كام شهر الا وكل النباتات اختفت تماما ومعدلات الاكسجين انخفضت من 72% ل 5%. وبسبب كده ما كانوش بيخرجوا من الملجأ الا وهم لابسين اقنعة الاكسجين. ولان داريوس كان مهندس قدر يخترع الجهاز اللي كان بيولد الاكسجين. وبيعدي 5 شهور على فقدان داريوس، وبنشوف زورا وهي بره في المدينة وكانت بتتسوق كده من متجر، بس امها بتوصل وقالت لها المفروض تبقي معايا، مش جايين نتسوق احنا هنا. المهم بتاخدها وبيرجعوا الملجأ مرة تانية، وبتبدأ بقى زورا تفتكر ذكرياتها مع ابوها وبتحكي ان هي وامها قدروا يستحملوا فقدانه طول الفترة اللي فاتت، بس دايما كان مؤثر فيهم وكانوا على طول زعلانين عليه. وبما ان مايا كانت عالمة في مجال الزراعة قدرت انها تزرع بعض النباتات في الملجأ بتاعهم، وده بعد ما وفرت له كل الاجواء اللي هيحتاجها. وكمان كانت دايما بتزرع باستمرار في اماكن كتيرة بره البيت علشان تراقب مستويات الاكسجين اللي في الجو. وكمان كانت دايما بتعلم بنتها على الاجهزة اللي في البيت علشان يعني لو حصل مشكلة ولا حاجة تقدر تتصرف. وفي يوم وهم قاعدين ياكلوا مع بعض زورا طلبت من امها انها تسيبها تخرج بكرة تدور على ابوها، وده لانها كانت متأكدة ان هو لسه عايش. بس امها طبعا بترفض لان المدينة بالكامل بره خطر وهي مش هتسيبها تضحي بنفسها وتدور على ابوها اللي هو ما بقاش موجود. المهم زورا بتزعل من امها وبتسيبها وبتمشي. تاني يوم وهم بره بيحاولوا يزرعوا كالعادة، مايا راحت لزورا علشان تصالحها يعني، بس زورا فهمتها ان ابوها ممكن يكون عايش ولازم تثق فيها وتسيبها تدور عليه. ولما مايا شافت انها مصممة على رأيها وعدتها خلاص انها هتساعدها في اللي هي عاوزة تعمله، وفجأة بيسمعوا صوت حد بيقرب عليهم وهم على طول بيجروا علشان يستخبوا منه. وكان في الوقت ده 2 وصلوا للمكان عندهم وحاولوا يدخلوا الملجأ بأي طريقة، بس الملجأ كان مؤمن كويس وما قدروش يفتحوا الباب. وفي الوقت ده الجهاز اللي مع مايا بيعمل صوت، والاتنين دول عرفوا ان في حد في المكان بره، وواحدة منهم جرت عليهم بسرعة، بس اول ما وصلت ما لقيتش حد فيهم. وساعتها مايا هجمت عليها فجأة واخدت السلاح منها وجرت بسرعة هي وزورا للملجأ وقفلوا على نفسهم. ساعتها الاتنين دول فضلوا يتأسفوا لهم وعرفوهم انهم ما كانوش هيأذوهم، بس مايا سألتهم انتوا مين وعرفتوا مكاننا ازاي، فعرفتها ان اسمها تيس وصديقها اسمه لوكاس، وهم دلوقتي عايشين مع 25 شخص في ملجأ تاني. والمشكلة ان نظام تنقية الهواء اللي معاهم اتعطل وما عرفوش يصلحوه، ودلوقتي بقى لهم 3 ايام في الطريق علشان يقدروا يوصلوا لمكانهم. وقالت لها كمان انها كانت مدرسة فيزياء في الجامعة اللي كان بيدرس فيها جوزها داريوس، وكمان كانت عارفة اسمها واسم زورا وطلبت منها تدخلها علشان لازم تعرف تصميم جهاز مولد الاكسجين. وفضلت تترجاها انها تدخلها لان كمان الاكسجين اللي معاهم مش هيكفيهم يرجعوا مرة تانية. ساعتها زورا حاولت تقنع امها انها لازم تسمح لهم يدخلوا، وقالت لها انهم عارفين اسمنا ولو قدرت
قدرت توصل للتصميم بتاع الجهاز هتبقى حاجة مفيدة لينا وليهم. ساعتها اضطرت مايا انها توافق انهم يدخلوا، وخرجت لهم وهي رافعة عليهم السلاح، ورمت لتيس حبل علشان تربط الراجل اللي معاها. لوكاس في الوقت ده كان رافض يتربط، بس تيس زعقت له واصرت انها تربطه علشان مايا توافق انها تدخلها معاها. ولما ربطته مايا نيمتها على الارض هي كمان وربطتها، وامرتها تسمع كل الكلام اللي هتقوله لها علشان ما تقتلهاش. ولسه مايا اخداها وداخله للملجأ، ظهر شخص فجأة وكان معاه سلاح، بس مايا ضربت عليه بالسلاح اللي معاها، وزورا كمان طلعت بسرعة وفضلت تضربه بالمسدس. بس اول ما السلاح اللي معاها فضى، الراجل ده جرى عليهم بسرعة واخدهم ودخل الملجأ. بس في الوقت ده مايا قدرت تشيل السلاح بتاعه وثبتته في الحيطة، واضطرت انها تدخله معاهم جوه الملجأ. بس يعني خلت زورا تربطه بالحبل كويس جدا في الترابيزه. وبنعرف ان الشخص ده كان جاي مع تيس، ومايا سالتها ايه ده بقى اللي حصل. ساعتها تيس فضلت تتاسف لها وعرفتها ان اسمه مايكا، وده يبقى المراقب بتاعهم، واضطرت انها تجيبه معاها يعني علشان ما كانتش واثقه فيهم. اما مايكا حاول يفهمهم انه فكر ان مايا اخدتهم كرهاين، علشان كده جرى عليهم بسرعه وكان هيقتلهم. ساعتها مايا امرتها تمشي من هنا، يا اما هتضربه بالنار وتقتله. بس تيس ساعتها قالت لها اقتليه، كده كده الملجأ اللي هم فيه الاكسجين مقرب يخلص منه، واكيد كلنا هنموت. وقالت لها كمان ان هناك 9 اطفال وحياتهم كلهم معتمدة علينا. بس مايا خلاص كانت فقدت الثقة فيها، وقالت لها كل اللي انت بتقوليه ده قصة مش حقيقية، وعرفتها خلاص انها مش هتدخلها ولا هتوريها الجهاز. ساعتها تيس خلاص بقى ما كانش قدامها حل تاني، واتعصبت عليها وقالت لها كده كده هنشوف الجهاز، والطريقة متروكة ليكي، يا اما ندخل نشوفه بكل هدوء ونمشي، يا اما فكري في بنتك اللي هتزعلي عليها. وسابتها وراحت للوكاس، وقدرت تفك نفسها بالسكينة اللي معاها وفكته هو كمان. وهو قال لها انا قلتلك ان الخطة بتاعتك هتفشل من الاول، ممكن بقى نستخدم طريقتي دلوقتي. ساعتها امرته انه يروح يجيب آلة الحفر علشان لازم يشوفوا المولد بأي طريقة. في الوقت ده كانت مايا قدرت تعالج إصابة مايكا، وهو بقى فضل يعتذر لها انه عمل كده لما شاف صحابه مربوطين، وعرف مايا انه شغال صانع اقفال. بس مايا قالت له المكان هنا زي الحصن، ومهما عملتوا ما كنتوش هتقدروا تدخلوا. بس مفيش دقايق والانذار اللي في المكان بيشتغل، والجهاز بلغهم ان في اختراق بيحصل في المكان. ولما راحوا علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل، عرفوا ان تيس واللي معاها قطعوا الاشاره عن المكان، وكمان بداوا يحفروا في الباب اللي بيدخل للملجأ، والجهاز كان شغال معاهم زي الفل. ساعتها مايا سالت مايكا ايه اللي بيستخدموه، قال لها هو مش المكان زي الحصن، يبقى ما تخافيش يا ست الكل. ساعتها زورا طلبت من امها كشاف واسلاك من النحاس، وزورا بدات تصنع حاجه كده بسرعه، ومايكا فضل يقول لهم اسمحوا لهم بالدخول لانهم هيدخلوا باي طريقه. ولوكاس في الوقت ده كان مبسوط جدا من الجهاز اللي معاه. بس زورا كانت اخترعت جهاز كده طلع شحنه كهربائيه قدرت من خلالها تعطل الجهاز اللي كان بيستخدمه لوكاس، وكمان قدروا انهم يرجعوا النظام لحالته الطبيعيه، وفرحوا هما الاتنين باللي زورا عملته. اما لوكاس بقى فما كانش فاهم ايه اللي حصل للجهاز بتاعه، بس تيس امرته يفضل عند الباب، وهي طلعت لسطح البيت بتاعهم ووصلت للالواح بتاعه الطاقه الشمسيه اللي بتشغل المولد. وتحت مفيش دقايق والنظام حصل فيه مشكله مره تانية، وعرفوا كمان ان تيس حقنت ثاني اكسيد الكربون في الجهاز وما بقاش بيخرج اكسجين، وبسبب اللي عملته ده ما بقاش قدامهم غير 5 دقايق بس والاكسجين اللي في المكان بحاله يخلص. ساعتها ما كانش قدامهم حل غير انهم يدوروا على اقنعه الاكسجين لانهم ما كانوش لاقيينها، وفتحوا باب خلفي كده للبيت بتاعهم علشان يقدروا يخرجوا منه بسرعه. بس اول ما لوكاس شاف الباب بيتفتح اخد المطرقه بتاعته وراح ناحيته بسرعه، وطلب من تيس انها تنزل له بسرعه علشان في حد هيخرج من الباب. وتيس اتحركت بسرعه علشان تروح له، بس قالت له يفضل مكانه لحد ما تنزل وما يتحركش. اما زورا كانت مثبته مايكا بالسلاح، بس فضل يترجاها انها تديله اي ماسك للاكسجين لانه كده هيموت وعنده طفله مستنياه. بس زورا قالت له انها مش هتقدر تعمل كده وسابته ومشت. وبره البيت كانت تيس نزلت، بس فضلت تزعق للوكاس وعرفته انها فصلت الاكسجين وكده هيخرجوا من الباب يا غبي، وما كملتش كلامها ومايا ضربت عليها بالنار وكانت هتقتلهم. اما مايكا كان خلاص بيموت بسبب قله الاكسجين، وزورا اضطرت انها تديله قناع علشان ما تكونش السبب في موته. بس قالت له انا عاوزه اثق فيك، علشان كده هسالك سؤال وكل جواب صح هتجاوبه هخليك تتنفس شويه. وسالته عن ابوها ولو كانوا قتلوه يعني علشان كده عرفوا مكانهم هنا.
هنا، بس مايكا عرفها انهم ما عملوش كده في ابوها وما يعرفوش ايه اللي حصل له، وطلب منها تصدقه لانهم مش عاوزين يأذوهم، بس يسمحوا لتيس انها تدخل تشوف المولد، وممكن كمان تعدله لانها لو ماتت بره مش هيبقى قدامهم اي فرصة وناس كتير ممكن تموت. في الوقت ده الجهاز رجع يشتغل مرة تانية ومعدلات الاكسجين في المكان رجعت لحالتها الطبيعية، وتيس امرت لوكاس انه يروح عند الباب الخلفي وهي هتعطل مايا لانها دلوقتي بره الملجأ ومش هيلاقوا فرصة تانية للدخول احسن من دي. ساعتها بدأت تضرب على مكان مايا بالنار، ولوكاس جرى بسرعة علشان يوصل للناحية التانية، ومايا طبعا استخبت من ضرب النار وما شافتوش، بس بعديها على طول الطلق اللي مع تيس بيخلص، وساعتها قالت لها كفاية كده يا مايا مفيش وقت، ورمت السلاح قدامها علشان تطمن انها مش هتضرب عليها. ولوكاس كان واصل للسلم اللي بيطلع على السطح اللي كانت عليه مايا. في نفس الوقت مايكا كان قدر يفك الحبل اللي مربوط بيه، بس فضل مكانه ما بينش انه فك نفسه لحد ما جت الفرصة وقام هجم على زورا وفضل يقول لها تهدى وهو مش هيأذيها، بس هي ضغطت على مكان اصابته وهربت منه، بس لحقها بسرعة ووجه ناحيتها السلاح وثبتها مكانها. اما لوكاس كان وصل لمايا واخد منها السلاح، وبسبب هجومهم على بعض رجل مايا اتصابت اصابة قوية ووقعت على الارض، بس ضربت لوكاس على ودانه بالعصاية، بس تيس وصلت من ظهرها وضربتها على دماغها، فقدت الوعي هي كمان. وبعد شوية كان مايكا ربط زورا بالحبل، وتيس ولوكاس اخدوا مايا ووقفوا عند الباب، بس في الوقت ده كانوا مفكرين ان لسه مايكا مربوط، فطلبوا من زورا تفتح علشان ما يأذوش امها. على طول مايكا بيروح عند الباب وقدر يتواصل معاهم من الكاميرات، بس عرفهم انه مش عارف يفتح الباب، ولما راح علشان يحاول يفتحه بايده بدأ يتعب جامد ووقع على الارض نزل ميت. ساعتها زورا حاولت تكلمهم وتفهمهم ان مايكا مات، بس هما ما كانوش سامعينها، وكمان هددوها انهم هيعدوا ل5 ولو ما فتحتش الباب هيقتلوا امها. لحسن الحظ بقى كان في قناع جنب زورا، فحاولت بصعوبة انها تسحبه ناحيتها، وقالت لهم ان مايكا مات وهي مربوطة ومش هتعرف تفتح لهم. طبعا تيس بتتضايق جدا على موت مايكا واتعصبت على مايا وامرتها تفتح الباب يا اما هتقتلها، بس مايا فهمتهم انها مش هتقدر تدخل علشان معهاش البطاقة اللي تقدر تدخلهم بيها، وتيس قالت لها ان كده ممكن بنتك تموت، بس مايا قالت لها ممكن. ساعتها جمعت كده ان في بطاقة تانية ممكن تدخلهم، بس المشكلة انها في مكان بعيد جدا، فتيس قالت لها هنزودك بالاكسجين وتاخدينا للمكان ده فورا. على طول زودوها بالاكسجين وراحوا للعربية بتاعت مايا علشان يستخدموها في رحلتهم الطويلة، ولوكاس حذر مايا انها تعمل اي حركة كده ولا كده علشان ما يزعلهاش على بنتها. بس قبل ما يتحركوا مايا طلبت من تيس انها تكلم بنتها وتطمنها عليها وتقول لها ان امها هترجع لها مرة تانية، وبياخدوا العربية وبيتحركوا، وتيس سألتها عن المكان اللي هيروحوه، فقالت لها هنروح لاخر مكان اي حد يحب يروحه. فسألتها عن جوزها، عرفتها انه خرج يدفن ابوه من 5 شهور ومن ساعتها ما رجعش مرة تانية، واخر رسالة بعتها لهم كانت خطأ في امتصاص الكربون، وده السبب اللي كان هيخلي المولد يشتغل لمدة 2 شهور بس بما انهم بقوا شخصين بعد موت داريوس وابوه فالجهاز كفاهم لوقت اكبر من 2 شهور. وعرفتها ان زورا عبقرية في التقنية، وكان ابوها عنده امل ان هي تحل مشكلة الجهاز علشان تخليه يكفي اكتر من شخصين، وقالت لها اتمنى انك تلاقي حل للمشكلة دي. وبعد شوية بيوصلوا للمقابر، ومايا بتتصدم لما بتشوف جثة جوزها داريوس وكان ميت على جنب، وكانت حالة جثته وحشة جدا. طبعا مايا بتتأثر من اللي شافته وبتزعل جامد لما شافت داريوس بالحالة دي، بس تيس طلبت منها انها تسرع يعني علشان مفيش وقت قدامهم. ولما قامت تدور في الشنطة اللي كانت جنبه لقت مسدس داريوس بس خبته في الشنطة تاني، والمشكلة الكبيرة ان وهي بتدور على البطاقة العربية اللي جايين فيها تعطلت، وتيس لما حاولت تشغلها اكتر من مرة معرفتش، فطلبت من مايا انها تديلها الكارت وهي تمشي من هنا. ساعتها طلعت المسدس اللي معاها ووجهته ليها، بس تيس فهمتها ان المسافة بعيدة جدا عن هنا وهي مصابة، ولو ماشوا هما الاتنين محدش منهم هيوصل، وقالت لها انت لازم تثقي فيا. فمايا سألتها انت عندك اولاد؟ قالت لها عندي، ووعدتها انها تعتني ببنتها وكمان هتحاول ترجع لها مرة تانية. ساعتها مايا استسلمت واضطرت انها تسلم تيس البطاقة علشان تحافظ على حياة بنتها، وعرفتها رمز الدخول، وتيس اخدت البطاقة وجريت بسرعة علشان تلحق توصل قبل الاكسجين اللي معاها ما يخلص. اما مايا ففضلت لوحدها وسط المقابر جنب جثة داريوس. بعد شوية بتوصل تيس لمكان الملجأ
وبتدي لوكاس الكارت وعرفته ان العربية اتعطلت ولازم ترجع لمايا مرة تانية، وبيدخلوا للبيت بأمان أخيرا. بس زورا بتسألهم عن أمها، فتيس فهمتها ان أمها مصابة وما كانش هينفع ييجوا هما الاتنين، علشان كده اضطرت ترجع لوحدها بسرعة علشان تعبي الأكسجين وهترجع مرة تانية علشان تنقذها. ساعتها لوكاس قال لها انتي هترجعي فين؟ قالت له انا وعدتها اني هرجع لها يبقى لازم ارجع لها. ساعتها زورا فضلت تترجاها تفكها وهي هتساعدهم، بس ما تسيبش امها هناك تموت لوحدها. طبعا لوكاس ما كانش جاي معاه الكلام ده كله، وطلع بندقيته ووجهها ناحية زورا وقال لها انا دلوقتي لو قتلتك يبقى كده ملهاش لازمة انها تيجي مرة تانية. بس تيس حاولت تفهمه انها لازم ترجع لها، بس هو امرها انها تشوف شغلها في المولد وما تعملش حاجة تانية. وتيس اول ما فتحت المولد وبدأت تتفحصه لاحظت انه مصنوع بتكنولوجيا معقدة جدا، وعرفته انها مش هتقدر تعمل كده. بس لما قالت للوكاس كده فكر انها بتضحك عليه علشان تروح لمايا، وساعتها قال لها المسافة اللي قطعناها علشان نوصل لهنا استمرت 3 ايام، وزودناكي فيهم بالاكل والاكسجين علشان في الاخر تقولي مش هقدر. ساعتها قالت له انها مش هتقدر تعيد تصميمه لانه هيحتاج 3 اسابيع. فقال لها كان لازم داريوس يعرفك ازاي بتجمعي المولد. قالت له هو انا ما قلتلكش؟ اصلا انا ضحكت عليكوا وما قابلتش الراجل من الاساس. وعرفت المكان هنا من زورا لما كانت كل يوم تبعت رسايل لابوها في الراديو، وحتى لو قدرت تصنعه مش هيكفي برضه غير لشخصين بس. ساعتها لوكاس في ثواني ضربها بالسلاح اللي معاه، وقعت على الارض ميته. بس زورا زعلت عليها جدا وفضلت تقول له ايه اللي انت عملته ده. فقال لها ان هي الوحيده اللي كانت تعرف تصلح النظام ودلوقتي ماتت، علشان كده انت اللي هتصلحيه. وبعديها بياخد تيس وبيودي جثتها بره جنب مايكا، وفي نفس الوقت مايا كانت لسه في العربيه ومستنيه تيس ترجع لها زي ما وعدتها. والمشكله ان كان فاضل لها 52 دقيقه بس على انتهاء الاكسجين اللي معاها. وفجاه بتشوف نبته خضرا جنبها، وطبعا مش بتصدق عينيها لان دي اول مره تشوف نبته عايشه بره الملجأ بتاعها. ساعتها بقى حست بالامل وحاولت بكل جهدها انها تشغل العربيه مره تانية. ولوكاس وزورا وهم قاعدين جرس الانذار بيشتغل، وزورا عرفته ان الكابلات الشمسيه تلفت ولازم تتصلح. وبما ان زورا الوحيده اللي هتعرف تصلحها فلوكاس فكها وعطلها انبوبه اكسجين، بس فضى منها شويه يعني علشان ما تهربش، تصلحها وتنزل على طول. فبتجري بسرعه علشان تلحق تصلحه، وبتقدر فعلا توصل الكابلات والنظام بيشتغل تاني. بس قبل ما تنزل بتتفاجئ بامها وهي قدامها، وما كانتش مصدقه انها شافتها مره تانية، وحكت لها بقى كل حاجه بسرعه، واتفقوا انهم لازم يتحدوا مع بعض علشان يرجعوا بيتهم مره تانية. فبتنزل زورا تخبط على الباب، وبتعرف لوكاس ان الاكسجين خلاص هيخلص من معاها، بس الندل كان قاعد ياكل جوه ومرضاش يفتح لها الباب. ومايا بدلت مع زورا القناع بسرعة والنظام حصل فيه عطل تاني. ساعتها لوكاس طلع زي المحترم يشوف زورا علشان تصلحه، وهنا شافها بقى واقعة على الأرض. بس مايا فجأة ضربت عليه بالمسدس وأخدت زورا وجاروا بسرعة علشان يدخلوا البيت. والتاني دخل وراهم وحاول ياخد قناع من اللي معاهم، بس فشل يعمل كده، فاضطر انه يوجه ناحيتهم السلاح وطلب منهم يدوله قناع بسرعة. والمشكلة كمان ان الجهاز بلغهم ان الجو بقى مليان بالهيدروجين، وزورا عرفته ان اي شرارة هتحصل في المكان هينفجر فيهم كلهم. ومايا قدرت في ثواني انها تاخد بنتها وطلعوا بسرعة من البيت وقفلوا على لوكاس جوه. التاني قالك بقى كده كده بايظة، وضرب بالسلاح اللي معاه عمل انفجار شديد في المكان. وزورا ومايا بيطلعوا ياخدوا العربية بتاعتهم وبيروحوا بسرعة كده لمخيم، وفضلوا يخبطوا علشان حد ينقذهم، بس محدش فتح لهم الباب. وزورا بسبب قلة الاكسجين بتفقد الوعي. بعد شوية بتفوق مايا وبتلاقي نفسها في مكان غريب كده، والاصابة اللي في رجليها اتعالجت وبقت زي الفل. فخرجت علشان تشوف المكان اللي هم فيه، وساعتها شافت واحد عرفها انهم هنا في امان، وقال لها زورا حكت لنا كل حاجة، وكمان عدلت على نموذج المولد اللي جوزك كان عامله لنا. وبما ان مايا عالمة في زراعة النباتات فقدرت هي والناس الجديدة انهم يطوروا اسلوب زراعة للنباتات على امل انهم يرجعوا الاكسجين على الكوكب مرة تانية. وبيخلص الفيلم على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.